باي باي للاس 22. هو انا ليه لابس سماعات ديت؟ انا مش بسجل بالمايك دوت اصلا، انا بسجل بالمايك ده. النهارده اخر يوم ليا مع الاس 22 الترا، موبايل اللي انا قلت عليه كتير قوي احسن موبايل في العالم، هستبدله خلاص. فيا ترى ليه انا قررت الاستغناء عن احسن موبايل في العالم؟ مبدئيا هتعرف قدام ايه الموبايل اللي انا اشتريته مكانه، بس مش دلوقتي، مش هو دوت الهدف من الفيديو. ولا الاجابه مش الايفون 14 برو، لان انا كده كده بيبقى معايا دايما موبايل ايفون وموبايل اندرويد. الايفون للتصوير والسوشيال ميديا، والاندرويد لباقي الحاجات التانية معظم الوقت. المهم مش هو دوت موضوعنا، انا موضوعي هو ليه انا بستغنى دلوقتي عن فعلا الموبايل اللي انا بنفسي قلت عليه كتير قوي احسن موبايل موجود في العالم. يمكن حتى في المقارنه بتاعه الايفون 14 برو ماكس هو تعادل معاه، لان انا شايف ان انت سواء اشتريت دوت او اشتريت دوت فالاتنين بيرفكت قوي. بس يمكن حتى مع رفع الاسعار اللي حصل في الاخر والايفون عدى ال 40000، الاس 22 الترا رسميا برضه عدى ال 40000 جنيه مصري، ولكن بشكل عملي ممكن تجيبه ضمان دولي في حدود ال 30000 وارخص شويه من كده كمان. فان هو نفس المستوى بتاع الايفون 14 برو ماكس بالظبط، ويكسبوا في شويه نقط كمان وارخص منه بكتير في السعر، دي تخليني مبسوط منه اكتر وبرشحه للناس اكتر كمان. بالمناسبه كمان في حاجات اتغيرت في تجربتي مع الموبايل دوت عن يوم ما اشتريته لحد دلوقتي. الموبايلات عموما بطبعها بتميل ان هي تجربتها تتغير، التحديثات بتبعت حاجات بتبوظ حاجات بتصلح حاجات تانية، في نوعا ما شغل بيحصل في الموبايلات ديت. البطاريه على فكره مثلا اللي انا كنت بصيح منها وعندي مشاكل كتيره جدا معاها اتحسنت مع اخر تحديثات، اللي هو التحديث اللي انا عملته بعد مقارنه الايفون 14 على طول، بعد ما قلت ان هو بيخسر بفرق شنيع ومريع والكلام ده كله. سامسونج تحس ان هي اتضايقت وخدت الكلام عن نفسيتها، فقررت ان احنا لا هنبعت تحديث نظبط الكلام ده. لسه بصراحه مستوى البطاريه يعني مش اعظم موبايل في العالم في الحته ديت، بس يعني بقى احسن كتير من الاول. ما زال بصراحه عندي شويه مشاكل مع السكرينات بتاعته بتغلبني جدا، الازاز ما بلاقيش حاجات معموله حلو ليه، الجيلاتين بتبقى خاماتها مش مريحه خالص وما بحبش استعملها تماما، ده غير ان هي شويه مع الوقت اصلا بتحس ان هي بتطلع كده وما بتبقاش لازقه كويس. فبصراحه انا في ايام كتيره كنت ماشي بيها معظم الوقت من غير سكرين بروتكتور، بس يعني الحمد لله ما حصلش فيه اي خدوش او اي خرابيش. عارف اللي هيوحشني في الموبايل ده بصراحه؟ الكاميرات بتاعته هي كانت تحفه قوي، زي ما قلت لك انا بعتمد غالبا على الايفون في التصوير خصوصا الفيديوهات، بس الصور كنت بحب في سامسونج بصراحه التنوع بتاعها، ال 5 اكس زوم مثلا وال 10 اكس زوم، الحاجات الكتيره الكاميرات الكتيره اللي موجوده هنا، لا هي اضافه لطيفه. وتقريبا دوت الموبايل الوحيد اللي انا كنت بقدر اعتمد عليه في التصوير وانا مستريح مقارنه بالايفون، يعني اللي هو لو مسكت السامسونج او مسكت الايفون فانا راضي جدا في الصور اللي انا هاخدها. الحاجات اللي انا قاعد عمال اقولها دي كلها ايجابيه، وانا عارف ان انت قاعد عمال تسال نفسك طب انا ليه هبيعه؟ ليه دوت مش الموبايل المناسب بالنسبه لي دلوقتي؟ هحكي لك الاول حاجه. اول لما قررت ابيعه ليه؟ انا بالنسبه لي حسيت ان انا عايز اغير شويه، وكنت بفكر ان انا انقل للفولد. انا لحد دلوقتي ما مسكتش ولا جهاز فولد كجهاز شخصي بالنسبه لي، فكنت بفكر ان انا اعمل النقله ديت بقى، اللي هو اجيب حاجه من اللي هي بتتفتح وتتقفل ديت، واجرب برضو التجربه ديت مع سامسونج لمده طويله شويه. قبل كده كنت بحسها نوعا ما اجهزه مش كامله قوي ان انا اقدر استعملها استعمال شخصي وما بقاش خايف على صلابه الموبايل. مثلا الزي فولد 3 حسن الموضوع دوت جدا، والزي فولد 4 بقى صلح كل الغلطات، فانا كنت اللي هو بفكر اجيبه. بس بصراحه لقيت ان انا لو جبت الزي فولد 3 فانا مش هدفع فرق سعر، انما هاخد كاميرات اقل، هاخد بطاريه برضو مش حلوه قوي، والكاميرا برضو قول كده كده كنت هعتمد على الايفون مفيش مشاكل فيها، ولكن كان عندي تخوف شويه من ان انا امسك فولد برضو دلوقتي، عشان حسيت ان انا بنزل من الاس 22 الترا اللي هو احسن في الاداء كمان لحاجه اقل منه شويه، الزي فولد 3 مش بقوه الاس 22 الترا. قلت خلاص لا هجيب الزي فولد 4، وحصل ساعتها الفرق في الاسعار في الدولار نطات كبيره جدا، فبصراحه استحرمت ان انا امسكه مع الايفون. بالحديث برضو عن الاسعار على فكره، الاس 22 الترا ده انا اول لما عرضته للبيع كنت عارضه ب 23000 تقريبا، وما كانش حد كتير بيبعت لي عليه او ما كانش حد مهتم ان هو يشتريه. بعد رفعه الاسعار ديت انا رفعته ل 27000، ومع ذلك كانت ناس كتيره جدا بتقول لي لا عايزين نشتريه وبالسعر دوت تمام ما عندهمش مشاكل، خصوصا ان هو ضمان محلي مش ضمان دولي. فرفعت الاسعار ديت للاسف مأثره في السوق كله، من اول الموبايلات على فكره اللي في الفئه الاقتصاديه لحد الفئه الهاي اند خالص الفلاج شيب زي الموبايل ده. المهم السبب اللي خلاني ابيع الموبايل دوت واللي انا عايزك تفكر فيها انت كمان، هو ان انا لقيتني مش محتاج الموبايل ده. من اهم الحاجات اللي انت المفروض تبقى عارفها وانت بتشتري موبايل، هل هو مناسب لاحتياجاتك ولا لا؟
لو انت اشتريت موبايل اقل من الاحتياجات بتاعتك، لو انت اشتريت موبايل بيقدم لك مثلا كاميرا وحشه وانت حد بيحب التصوير جدا، هتبقى متضايق طول ما انت بتستعمل الموبايل. انما على الناحيه التانيه كمان لما بيكون معاك موبايل اوفر كيل قوي، شويه بشويه البريق بتاع ان انت جايب موبايل جامد جدا بيروح، وبتبتدي تحس ان انت لا دفعت فلوس كتيره في حاجه انت مش محتاجها بقوتها الكامله، بل يمكن كمان تبتدي تحس بحاجات بسيطة جدا تضايقك فيه. يعني انا بقيت اميل مؤخرا للموبايلات اللي هي حجمها صغير، فما بقتش برتاح قوي لما بستعمل الاس 22 الترا بايد واحدة، رغم ان انا ايديا كبيرة نسبيا. الشاشة الايدج اللي انا كنت بعشقها بقت سبب معاناة بالنسبة لي مع السكرينات. حتى الكاميرا اللي هي تعتبر احلى حاجة في الموبايل دوت، ويمكن تكون احسن كاميرات فعلا موجودة في العالم دلوقتي، لقيتني في الاخر مش بستعملها كتير قوي زي ما بستعمل الايفون 14 برو في الكاميرا. مش علشان كاميراته احسن خالص على فكرة، ولكن عشان بس السوشيال ميديا، ستوريز على الانستجرام، الحاجات ديت بتشتغل عليه افضل شويه. انما الصور العاديه على فكره لا، كان الاس 22 الترا فعلا يعتبر احسن كاميرا نزلت في 2022. فانا عامل الفيديو ده بدردش معاك علشان ناس كتيره جدا بتسالني اول لما شفت الاعلان على انستجرام انت ليه هتبيع الاس 22 الترا، فحبيت ان انا اقول لكم الاسباب ديت. وبالمره خليك تراجع نفسك كده وتفكر معايا تاني، هل انت محتاج الموبايل معاك خصوصا في الفتره اللي احنا فيها ديت دلوقتي؟ هل انت محتاج اقوى موبايل فلاج شيب؟ هل انت محتاج اعلى حاجه؟ سيبك من الموبايل اللي معاك، فكر وانت بتشتري موبايل جديد دلوقتي. معاك موبايل بقالك 3 سنين مثلا، او حبيت تغير موبايلك ايا كان السبب، ولقيت ان انت تقدر تجيب موبايل ب 15000 وموبايل ب 25000. لو انت مش محتاج المميزات اللي موجوده في الموبايل الزياده ديت، فكر كويس هل انت محتاج فعلا تدفع فرق 10000 جنيه علشان تاخد اللي انت عايزه، ولا الموبايل الارخص دوت هيبقى كافي جدا بالنسبه لك. اما الموبايل اللي انا قررت استعمله مكان الاس 22 الترا، فهو